عارفين المسرحية بتاعت العيال كبرت بتاعت رمضان بطيخة بقى اسمه رمضان ونمور. اهو ده بالظبط اللي بيحصل مع الرجالة اللي بيكبروا في السن ومراتاتهم يا عيني فجأة بيلاقوهم ان هم عرفوا حد عليهم. الصدمة هنا ان فعلا رمضان بطيخة بقى رمضان ونمور. طب يا ترى مين السبب؟ يا ترى مين اللي وصله للمرحلة دي؟ يا ترى هي الست ولا هو أصلا كان إنسان خالي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده. الفكرة هنا إن كل راجل بعد الجواز بفترة بيعود مراته وبيعود نفسه على حياة معينة. طبعا هي بتبقى حياة كلها مسؤوليات، وبعد فترة طويلة جدا بيحس إن عمره راح وعمره ضاع في المسؤوليات دي، فبيبقى عايز يرجع تاني لطريق إن هو شاب صغير وإن هو عايز يتدلع. فكل اللي بيعمله إنه بيستسهل، بيرمي الضغط والمشاكل كلها على الست إن هي خلاص كبرت وإن هو مش عارف يعيش حياته وعايز يعيش حياته ويرجع اللي كان مع حد تاني. الأستاذ رمضان ما يعرفش إن هو اللي حط الرولز، وما يعرفش إن هو اللي كان أساس في المشكلة دي. علشان كده هو ما خدش زينب معاه، هو ما اهتمش إن هو يطور من زينب، لكن راح لواحدة تانية أصغر علشان ترجع شبابه. وعلشان كده كل واحد لما يجي يتجوز يحط في باله إن أي رول أو أي قانون هيحطه في بداية جوازه بعد سنين كتير يا هيدفع ثمنه خير يا مشكلة كبيرة. علشان كده خلي بالكم انكم لو نسيتوا حياتكم ولو نسيتوا ان انتوا تدلعوا نفسكم وتدلعوا البارتنر والشخص اللي معاكم، صدقوني هيجي عليكم وقت وتحسوا ان مش هي دي الحياة اللي انتوا كنتوا عايزين تعيشوها. هتحسوا ان مش هو ده الشخص اللي انتوا حبيتوه واتجوزتوه من الاول. هتحسوا ان العمر ضاع، يا اما هتستسهلوا وتدوروا على شخص تاني وتطعنوا الشخص اللي ضيع عمره علشانكم، او هتقعدوا انتوا الاتنين مش طايقين بعض وكل واحد يبص للتاني شزرا ويقول ايه اللي انا عملته في نفسي ده. ما تبقوش رمضان بطيخة، اهتموا بزينب.